مرحبا، كيفكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله بخير. اشتقت لكم كثير وكوميات ورجعت لكم بفيديو جديد. طمنوني عنكم، شو الاخبار؟ انا اليوم بدي احكي لكم عن شغله صارت معي، يعني ما بتتخيلوا، يمكن حسيت قلبي كان رح يوقف بسبب ادم وليا. صار لهم فتره عم بيعملوا شغله عم بقول لكم كثير عم تخوفني. شوفوا ادم وين ما بروح بيلحقني وحاطط بتمه مي، شربته مي ما بيطلع من تمه ابدا، بخليها بتمه وبيجي. شوفوا بلعه عم اقول لك بلعه، بخلي المي بتمه، بعدين بيجي بكبها هون على الطاوله وبمشي السيارات فوق المي. بلعه دخيل قلبك انا يقبرني. شو بدك تصور معي؟ تعال شو ما في بلع المي بخليها بتمه. المهم حبايب قلبي، شايفين هاي الخزانه تبع الالعاب؟ احذروا ادم وليا مش عم يعملوا، عم يسووها مثل الدرج وبيطلعوا عليها هيك لفوق على هي الخزانه العاليه. الله ستر، على اخر لحظه مسكته لليا، كان وقع من فوق لتحت على الارض. مع انه انا بصراحه صار لي فتره عم اقول على اساس بدي اشتري لهم انه وحده جديده نفس هي تقريبا، بس انه تكون عاليه لحتى ما يقدروا يطلعوا ويوصلوا لهنيك. بس كل مره انه بنشغل وما بنزل على السوق بشتريها، بس اليوم قلت خلص لازم اخذ القرار، لانه عن جد حسيت قلبي كان رح يوقف لا سمح الله اذا وقع من فوق على الارض بيفتح راسه او هيك. فاليوم قررت اني بدي انزل على السوق وبدي اشتري لهم خزانه جديده واعمل لي هيك ترتيبه سريعه للغرفه من اول وجديد لحتى ما يرجعوا يطلعوا لفوق ويوقعوا لا سمح الله. هلا بدي بلش وجهز حالي لحتى انزل على السوق، بس قبل هيك بدي فرجيكم شو وصلني اليوم. شايفين؟ ترى هاي بودرة كريم الاساس الجديدة من شي جلام. طبعا هاي البودرة نازلة جديد وكتير ناس جربوها وحكوا انه كتير منيحة، فلهيك بصراحة جبت هاي المجموعة وتحمست كتير اني جربها. طبعا كل مجموعة بيجي فيها 6 تدرجات الوان، وهي البودرة فيها 36 لون، يعني مستحيل شو ما كانت لون بشرتكم رح تلاقوا الدرجة اللي تناسبها. هلا انا ليش تحمست لها كثير لهي البودرة؟ حسيتها فيكم تقولوا انه صايرة بين الفاونديشن والبودرة، عرفتوا؟ فلهيك كثير حبيت اني اجربها. وشايفين شكل العلبة قديش حلو، وهون محفور عليها شعار شي جلام. عم بقرا الورقة اللي جاية مع البودرة، كاتبين انه بتعمل تغطية كاملة للبشرة وبتخبي كل المسام وبتعطيكم مظهر ناعم وغير لامع وبتدوم لوقت كتير طويل وضد المي. كمان كاتبين المكونات اللي صانعين منها البودرة، فيها زبدة الشيا اللي بتغذي الدهون وبترطب البشرة، وكمان فيها فيتامين A وزبدة بتساعد على تحسين مظهر التجاعيد. رح احط كريم مرطب لحتى اجهز بشرتي للبودرة، لانه حتى هن كاتبين انه لازم تكون البشرة نظيفة ورطبة، يعني لازم نحط كريم مرطب قبل ما نحط البودرة. حسيت اول درجتين كتير فاتحين، رح يكونوا كتير بيض على بشرتي. عندي هدول الثالث والرابع. الثالث اسمه بورسلين والرابع اسمه فاير. هلا انا بصراحه بالعاده لما بجيب فاونديشن او هيك من شي جلام بجيب اللون اللي اسمه فاير، بس حسيت هذا اللون شوي غامق. شايفين؟ حسيت هذا افتح شوي وراح يناسب لون بشرتي اكثر. بس يا الله قديش حلوه هي الاسفنجه اللي جايه مع البودره، بتجنن، ملمسها ناعم كتير حلو. لازم نعمل هيك بشكل دائري لحتى نوزع البودرة بشكل كتير منيح على البشرة. بسم الله. حلوة والله. اوه شايفين؟ والله فورا عم تعمل تغطية. شوفوا هون ما في بودرة وهون في بودرة. هلا للأمانة عن جد عملت تغطية، خليني احط على النص الثاني لانه حسيت في فرق بصراحة. للأمانة وبكل صراحة انه البودرة كتير عجبتني، يعني بالفعل عملت تغطية كاملة، وحسيت كأنه بالفعل انه انا حاطة فاونديشن وبودرة تثبيت، انه كتير حلوة. وعدت حسيت انه فلتر للوش، بصراحة كتير عجبتني. مبدئيا بتجنن البودرة، وكمان هي البودرة شو فيها انه هي ضد المي مثل ما قلت لكم. والشغله الحلوه اللي عجبتني انه فيها شيء ضد اللمس، يعني مثلا اذا حطينا ايدنا على بشرتنا انه ما بنحس في بودره او في فاونديشن على البشره. وحتى اذا عم نحكي مثلا على الموبايل او اي بينتزع الموبايل اذا حطيناه هيك. فانا بدي اجرب هلا. ما في شيء، عن جد ما في شيء. شوفوا الموبايل ولا كأنه في شيء، صراحة عن جد واو. هلا بدنا نشوف ضد المي كمان. رح ابخ شوية ماء الورد
ورح اجيب محرمة. شايفين المحرمة؟ ما فيها ولا شيء. يعني عن جد البودرة بصراحة كتير عجبتني. يعني بنصحكم انكم تجيبوا منها لانه بالفعل انه واو. بالاخص انه انا ما بحب ابدا الفاونديشن، فهي حسيتها رح تريحني كتير، انه بحط بودرة وخلص. طبعا انا رح احط لكم رابط الموقع اللي جبت منه البودرة وكمان رقمها اذا حبيتوا تجيبوا منه. طبعا اللي ما بيعرف شي جلام، هي ماركة عندهم كل انواع المكياجات ومكياجاتهم كلها بتجنن واسعارها كتير رخيصة. انا بصراحة كتير مجربة مكياجات من عندهم وعن جد المكياج بجنن. بدي احط شوية مرطب على شفايفي لانه حسيت انتزعوا كلهم بودرة. هلا رايحة على مول بيبعد عن بيتي تقريبا 15 دقيقة. هو المول حلو بس اهم شيء انه فيه الايكيا، فلهيك بدي اروح عليه. وان شاء الله يا رب الاقي خزانة تكون منيحة، واهم شيء تكون عالية مشان ادم وليام ما يقدروا يطلعوا عليها دخيل قلبهم. بس اليوم شوب مو طبيعي. تخيلوا لما بتيجي الشمس عم حس ايدي عم يحرقوني، عم نزلهم هيك لتحت. شايفين هدول اللي بدي اخذهم لادم وليام. في كذا موديل وكذا حجم. شفت هي فيها تقريبا 8 رفوف، وفي هي كمان تجي 4 رفوف، بس انا حبيت هي بصراحة. هي حسيتها رح توسع لي كتير اغراض. طبعا بيجي مع هدول انا رح اشتريهم لازم على حدة. العلب هدول لونهم ابيض، فانا بما انه فيني اغير على اللون اللي انا بدي اياه، شفت هذا الرمادي حسيته احلى. اولا ما بيتوسخ بسرعة، وثانيا عطتك حيلة للخزانة، بيطلع احلى من الابيض. حتى اللون الابيض تبعه هداك ما كتير عجبني، حسيته هيك باهت ما بعرف كيف. وفي حتى من هدول بيجوا قاش بس حسيت هدول تقال وفيهم حديد، يعني خطرين شوي على ادم وليام. هدول احسن للالعاب. هلا انا اكثر وحده عجبتني بصراحه هي، بس تعرفوا شو عم فكر؟ اذا حطيتها ناحي البيرو فحتاخذ لي الحيط كلياته، يعني حسيتها حتيجي شوي كبيره. بس عم فكر عادي يعني لو اخذت لي الحيط كله، المهم يضل لي مسافه انه افتح باب الخزانه يعني، وبيمشي الحال. خلص على الاغلب رح اخذ هي ان شاء الله. الاقي انه يكون هون في بالمحل، يعني بالمخزن، لانه اذا ما في هون بالمخزن بدي اضطر انه اوصي عليها من الانترنت واستنى لحتى يجيبوا لي اياها على البيت. هلا انا صورت الكود تبعهم ونازله لتحت اسالهم اذا موجود هون ولا لا. ان شاء الله يكون موجود. نفرجيكم هدول الصواني نازلين جديد، والله رسمتهم حلوه. في هي ولي كانت وقعت، في هي وفي هذا اللون كمان هي حلوه. في هيك شيء، هدول الثلاثه نازلين جديد على فكره. حتى هي حلوه، كتير حلوة. أنا هدول الصواني ما بحبهم كتير. والله لقيت منها تحت بالمخزن، شايفين؟ بس والله كبيرة. شوفوا هذا هو رقمه، بس فيني أحطها بالطول كاتبين وفيني أحطها بالعرض. هي المهم فيها 12 صندوق، بس تيجي علبة وعلبتين. شايفين قديش كبيرة؟ لازم نركبها بالبيت. الحمد لله وسعت بكل سهولة بالسيارة. سكرنا هدول الكراسي وحطيناهم هيك، الحمد لله وسعوا هيك أحسن. هاي أليكس وماريتا كمان إجوا من المدرسة. شو أنتوا الاثنين؟ أليكس وماريتا دغري على الآيباد؟ شفتوا لي البيجامة الجديدة تبع ماريتا؟ قومي وقفي فرجوني إياها، سكري الآيباد شوي، قومي وقفي فرجوني البيجامة الجديدة. شوفوا لي القمر والعسل، كثير حلوة. أحلى شي بتقلي ماما شوفي كثير كبيرة، عم تنزل لتحت، ما عم بقدر ألعب بالآيباد. شو انا عملت لها؟ طويت لها الكمام لفوق. بعد ما طلعت من الغرفه رجعت نزلتهم. طيب ما عم تشتكي من طول الكمام؟ ليش رجعتي نزلتيهم ما خليتيهم؟ ليش ما خليتيهم مرفوعين؟ انا رفعت لك اياهم. اول ما اجوا من المدرسه غسلوا ايديهم ولبسوا بيجاماتهم وقعدوا على الايباد. اليكس معك بس ساعه واحده تلعبها لانه عندك وظيفتين ما شاء الله. اليكس صاير كل يوم عنده وظيفتين 3، عم ضل تقريبا ساعه ساعتين وانا قاعده عم درسه. ماما شو بيعمل؟ ليش كبيره؟ لك مو كبيره حلوه. ها فرجيهم اياها ما احلاها. شوفوا العسل ما احلاها. هي شويه كبيره ماما. اعمل هيك. بتعملي هيك بتصير منيحه. ايه اوكي تمام. انا اليوم مو نزلت على السوق ودورت على خزانه وهيك، فما كان عندي وقت كثير اني اعمل طبخه. فشو قلت؟ اسرع شيء المعكرونه. حطيت هون لحمه وشويه بصله عم قليهم. دائما لما ما بيكون عندكم وقت ومحتارين شو تعملوا، احسن شيء المعكرونه، سهله وسريعه، واصلا الاولاد كثير بيحبوها.
هلا حطيت مع اللحمه مكعب ماجي ومعلقه كبيره ملح وتقريبا 4 اسنان توم، هرستهم وحطيتهم مع اللحمه. هي دبس البندوره علبه صغيره رح احطها كلها، وكمان رح احط كاسه بندوره مقطعه. بدي احركهم وانوز تحتهم النار واغطي الطنجره واخليهم يتعقدوا على نار هاديه هيك لحتى يتجانس اللون وتصير اللحمه لونها احمر. واخر شي بحط المعكرونه وخلص. هلا عصومي بلش يركب لي الرفوف، وطبعا انا مسكت الكتالوج كالعاده عم نقله كيف هو بيسويهم، بس كثير سهله يعني، بس بتحطوا هيك رفوف على بعضهم واخر شي بترتبوهم. خلصنا الرفوف وركب لي اياها عصام، بس هلا بدي افتح هدول العلب واحطهم مكانهم، بس ما بعرف محتاره احطها هيك بالطول ولا بالعرض، لانه بالعرض حتاخذ لي كل المسافه، فعم فكر احطها بهذا الشكل. وصح النوم وصح النوم، فاقوا الحلوين والمزعوجين، كل ما بيناموا العصر بفيقوا مزعوجين. ليه متضايق؟ لك ما حناخذ لك هي الغزانه، ما تزعل على الغزانه، حنجيب لك وحده جديده. تعال يا عمري تعال، انت فرحان؟ لك فرحان؟ حبيتها؟ دخل قلبهم انا قال فرحوا عليها. شو هالدومه حلوه؟ شوفوا كيف الالعاب كلهم انتكتوا. صحيح بدي فرجيكم كيف صارت، شايفين؟ انا برايي صارت كتير حلوه، واهم شيء انه ما يطلعوا درج ويقعدوا لي هون فوق وانا اخاف عليهم، بس والله صارت هيك مرتبه. صحيح اجت لهون بس ما كتير صار ضيق، شايفين؟ زاد هي المكان، وبحط هون الكرسيين ناحن وخلص. لك شو بي؟ لك انتوا شو عم تسووا؟ انا عم يشغلوا المكنسه، شو عم تعمل؟ بدك تكنس؟ دخيل قلبكم انا. بس شايفين هي الخزانه خلص بدي اتخلص منها، لانه السكك تبعاتها كلهم منزوعين وحتى من ورا، شايفين كيف؟ هي كلها خربانه، فخلص هي ما عاد احتاجها، بدي اتخلص منها. وهي صارت هون احلى وارتب. فكيت كمان الكراسي تبعون الدومه والهيومه، بدي اغسلهم. واخيرا خلصت الغرفه، شايفين كيف طلعت مرتبه؟ والله بصراحه كثير عجبتني، وسعت كثير اغراض. شوفوا هون حطيت البامبرز، وهون حطيت لهم البودره والشغلات اللي بستعملها للدومه وليومه، وهدول الباقي كلهم حطيت فيهم الالعاب، وحتى هدول الدروج اللي من فوق كلهم فاضيين، يعني فيني كثير استفاد منهم. واهم شيء ما شاء الله عليها كثير ثابته، يعني مستحيل تقلب. شو لسه المي بتمك كأنه شربان مي؟ ورجيني لشوف، ورجيني. ايوه شطور، بلعه وين بدك تكبها؟ ما تكب لي المي، اوكي؟ شو حبيتها؟ دخيل قلبها شو عم بيطلع فيها، مو شي جديد، فهلا بضل بيطلع عليها هيك لحتى يتعود. دخيل قلبك يا قدومي، وين الالعاب؟ وينهم؟ ليكن تعال، ليكن الالعاب، تعال خذن يلا. ليكن ماما. وهلا هيك حبايب قلبي مثل ما شفتوا اشتريت غزانه جديده للدومه وليومه، وهلا فيكم تقولوا انه ارتاحت نفسيتي وما عاد اكل همهم انه لا سمح الله يكونوا عم يلعبوا يقعوا او يقلبوا، لانه عن جد قبل كنت كثير اكل همهم، كل ما اطلع لبرا واتركهم لحالهم بالغرفه دائما كنت خاف وافكر شو يا عمري، شو يا روحي، شو يا مامي، تعال دخيل قلبك انا يقبرني، بدك تقعد معي؟ بده يقعد بحضني. وهلا هيك حبايب قلبي بدي اختم معكم هذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا وتسليتوا معي اليوم، بس اهم شيء ما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه اذا مالكم مشتركين، وكمان اعملوا شير لرفقاتكم لحتى يشتركوا بقناتي. بحبكم كثير وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. سلام.